ركز معايا بقى كده عشان هتشوف وحش جديد النهارده كده، يلا نتفرج عليه سوا. زي ما انت ما شايف كده المكنه دي كنا عاملين فيها شغل قبل كده، بس رجعت لنا تاني عشان خاطر نعمل لها فيلم حمايه كامل ونعمل فيها كام لقطه نخليها وحش زي ما انت ما شايف كده. طبعا المكنه ما شاء الله بعد الكام لقطه اللي اتعملوا فيها اتنقلت معاك في حته تانيه خالص. ركز بقى معايا في كل تفصيله في المكنه دي لانك اكيد هتلاقي فيها حاجات هتعجبك كتير. زي ما انت ما شايف كده الجرايات كلها مع طقم الشرايط اللي اتعمل فيها. تعالوا نشرح سوا على المكنه مع بعض. تعالى عشان افرجك على الاسد الابيض. زي ما انت ما شايف كده انت مش قدامك مكنه، انت قدامك اسد. قدم كده يا محمد وقت التفاصيل اللي فيها كده وحط كل لقطه صغيره فيها. المكنه دي كانت معموله قبل كده، كانت معموله ايه قبل كده؟ بس ابيض، بس غيرنا اللون. ايه رايك في اللون الجديد؟ لا الله ينور على النسبه. قدم بقى عليها كده يا محمد وهات كل تفصيله كده في المكنه يا محمد. قدم كده. طبعا المكنه بعد التغيير بقى فيها روح جديده ومميزه زي ما انت ما شايف كده قدامك. المكنه دي بقى يا جماعه كان راكب فيها فيلم حمايه قبل كده ووقع عليه بنزين. طبعا لما وقع عليه بنزين البنزين بيخلي مكانه التانك يصفر، فطبعا عشان هو كان مركب فيلم حمايه كل الصفار ده جه في قلب الاسكرينه. لما شلنا الاسكرينه القديمه ورجعنا ركبنا اسكرينه جديده ما شاء الله المكنه رجعت تاني كلها بلمعتها كانها لسه جايه زيرو. عشان كده احنا دايما بننصح ان اول حاجه تفكر تعملها لمكانتك هي فيلم الحمايه للمكنه كلها عشان تحافظ على مكانتك وتفضل جديده معاك. خلونا بقى نبص على التفاصيل والاضاءه خصوصا لما تبقى متوزعه صح. لو هتركز معايا على الجرايات والحساسات هتلاقيها كلها باللون الازرق، والجرايات قسمناها لونين الابيض والازرق عشان خاطر تكون ماشيه مع المكنه. زي ما انت ما شايف كده المكنه ما شاء الله كل تفصيله فيها بتكمل التانية عشان في الاخر توصل بالشكل اللي انت شايفه ده. ولو هنركز على الديل اللي ورا برضو الديل النيكل مع الشغل الذهبي اللي فيه ناقل المكنه معاك في حته تانية خالص. ركز بقى كده في التفاصيل كده وفي كل حاجه في المكنه لان كل حاجه هتشوفها هنا هتلاقيها راحه في مكانها وفي مكانها المظبوط عشان خاطر توصل في الاخر للشكل اللي يخطف عينيك ده. هنا بقى كده لو هنركز هتلاقي المكنه راكب فيها 2 ليد امبيانت، واحد تحت الشلته وواحد عند الطنبوره من تحت. لو هنلاحظ الاتنين كده من بعيد بيخلوا شكل المكنه حكايه. التفاصيل دي على قد ما بتكون صغيره بس بتفرق جدا يا جماعه في المكنه. ونيجي بقى نركز على طقم الصاج على اللقطات والحاجات البسيطه اللي اتعملت فيه. طبعا الحاجات دي ماشيه مع اللون اللي احنا اخترناه يكون في المكنه عشان خاطر في الاخر تلاقي مكانتك كلها ماشيه مع بعض. طبعا المقبض الهارلي وجماله وعلبه الكونتاك اللي متعدله. شايف بقى هنا لما انت تكون بتحب تهتم بتفاصيل مكانتك بتكون دي النتيجه، بتكون النتيجه اللي انت شايفها دي اللي تخطف العين. تلاقي المكنه كلها بتخلي الكل يتفرج عليها مش بس عشان اللي موجود فيها، لا عشان كل حاجه متنظمه وكل حاجه محطوطه في مكانها الصح. وطبعا بقى المكنه راكب فيها عادي الصوت، اسمع واتفرج. قولوا لي بقى رايكم في المكنه دي وتستاهل تبقى وحش الطريق. طبعا انت عارف لو حابب تعمل مكانتك انت عارف هتروح فين كويس. هنا عندنا الموضوع بيكون مختلف، الموضوع بيكون مميز. مستنيين رأيكم، واللي شايف ان المكنة دي ممكن نضيف عليها حاجة تزيدها جمال يقول لنا عليها في الكومنتات. اللي محتاج بقى يستفسر على حاجة يكتب لي في الكومنتات او يبعت لي على الواتساب. وكمان احنا عندنا شحن لجميع المحافظات، وكمان هتلاقوا الرقم بتاعي على الصفحة من بره. وخليك دايما فاكر ان احنا هنا دايما بنهتم بتفاصيل مكانتك عشان تطلع وحش زي ما انت ما شايف كده. هنا بقى انت هتشوف صور كاملة للمكنة بعد ما خلصت، اتفرج عليها كده وقول ما شاء الله.